أنا كنت عسكري أدان في كركوك، وسائق من عمر فوج، قاعد بسيارتي سيارة لانجدرز أنا عندي، وأنا قلبت الأخبار وسمعت الخبر بالبيان الداع بالتلفزيون عن طريق الأخبار. استشهد أحد المراجع الديان في النجف محمد صادق. ما صدقت، ما قلت لك يعني صدمة كلش كبيرة عليه، ما صدقت هذا الحكي. جيت طلعت من اخذت اجازه، طلعت مسلكت من جيت لبغداد النجف، قلت ادخل نجف ما قدرت لان جاني تبليغ اسمي ضمن القائمه المطلوبين. رجعت لوحدتي، شفت التصوير بالتلفزيون بعيني شلون استشهاده، وبعدين طلعوه انه هو عسكري مضروب طلقه براسه. يعني انتهت حياتي. ما اقول لك ما تألمت كبكي وكألم، لا وكجرح، بس صرت يتيم بعد. يعني كان ما يعني واحد شلون فقد ابوه او شيء. يعني انا ابويا ما كان هو كان اب الروح لي، هو الاب الوقف لي كل شيء، يعني وفر كل شيء. جي نقعد احتار الحليم، بريد جفوني خطب صدرنا، مرسالي الحزين وصل خبرنا، بريد جفوني خطب صدرنا، مرسال الدميع وصل خبرنا، بعد بجية ودمعتين نظرنا يموت بعمرنا. عمرنا بريد جفوننا خاطب صدورنا. أنت تلاحظ وأنا ألاحظ وكل عاقل يلاحظ على وجه البشرية، وليس في النجف وليس في العراق فقط، وليس في هذا الجيل بل في كل جيل من آدم إلى يوم القيامة، أن الخشوادم يؤمنون بالله والمو خشوادم لا يؤمنون بالله. هذا هو مختصر مفيد، أن المؤمنين بالله عندهم إنسانية وعندهم إنصاف وعندهم طيبة وعندهم إخلاص، مع ذلك من الصفات التي تتوخى ونتمناها لأي إنسان. زين. في مقابله الذين لا يؤمنون بالله، حبيبي شرمخون وجهك وإيدك ورجلك. هذا هو مكر فسق منحرفين ظلما إلى آخره. هذا هو محمد قدس الله سره السيد. يعني أنت لما تشوف خطبة 45 من ذكر النصارى وخطبة الكيولية وغيرها، ذكر بها النصارى خطبة 39 45 خطبة هو خطب. يعني من ضمن ال 45 خطبة تكمل بالعشر خطب حضرتها. خطبة 39 يا أمير المؤمنين إنك النور المبين إله العالمين، يوم ذكر استشهاد السيد كانت خطبة 39. نعم. وأنت تقول تقول هو تحس مثل ما فقده. يعني هو في ذاك الوقت هو يعلم نفسه هو حيودع الدنيا، يعني ما له، بس كتأثيره علينا مو علي يعني بالذات كان مقلد محمد صديق أو يعني لا. يعني لو شو اسوي بعد ما اجازي محمد صدر المكان انطاني مدد اهل البيت عليه السلام. انا مرات افكر بيني وبين نفسي، انام على مخده الحمد لله شكرا. وكان يعني قلت لك حتى عندي خليجه ومحمد هسه السيد قد صار قال لي من تتزوج دي جاك ولد تسميه محمد تسميه خليجه اول اثنين. قلت له ليش سيدنا ما اسميهم علي وفاطمه؟ قال لا سمي محمد لان حبتني النبي بايع الدين اسميه محمد حتى يبقى محمد صدر في بالك. سميت ابني محمد حبة للسيد. عندي محمد علي وعندي خليجة وسهيل، هسه عندي 4 أطفال الحمد لله والشكر. وسميت خليجة حسب الوصية مالته الحمد لله والشكر. قلت له أنت عدل مو عدل، يعني إذا الله رزقني بزوجة صالحة
وصار عندي زوجة، هذا أحد علي أن أسمي أولادي هذا الاسم. والحمد لله جتني خديجة جتني محمد، وجاني علي سميني الحمد لله. فأنت لا تقول لي محمد صدر له تأثيره. أنا أسف على هذا الجيل، أسف على هذا الوقت هسه ماكو اهتمام لمحمد صدر، مع أنه هو دم محمد صدر سبب سقوط النظام الطاغية. دم محمد صدر هو اللي خلى الشباب هسه شوف ما زال محمد صدر موجود في الدنيا، يعني رغم هو اختفاء عن الدنيا لكن هو موجود في قلوبنا وعايش في معانا بأي لحظة. محمد صدر مو مجرد يعني أب روحي إجا للدنيا وقدم رسالة، أو يعني هاي مدينة الصدر هسه سميت باسمها مدينة الصدر. المعامل مدينة الصدر الثالثة، مدينة الصدر الثانية، المناطق سميت. شوف يعني شوف وين ما تروح الطفل زين. شوف أنا شوف ابني هالقد بعد ما راح المدرسة يقول له شنو أنت؟ يقول لك أنا صدري. صور ما السيد ببيتنا يعرف هذا منو هذا منو، يقول بابا محمد صدر السيد. زين هذا شنو هذا الطفل يخليه يحب محمد صدر؟ لأن هو زرع الحب مو بس بالكبار، زرع الحب بالصغار وبالنساء وبالأطفال. وشوف الصدر هاي كانت بالثورة كانت تلقى الشباب كلهم شعارهم ذاك الوقت وشوف براكية ما شنو وهذا كذا، بس منظر حتى هذا اللي كان ما يعرف يصلي قام يمنع أخته على التلفزيون يباع كذا شغلات، فزرع حب. بس أنا أقول أسف، يعني أقول أسف كل شيء ما راح محمد صدر، ما ظلينا مهاجين بخطه. صح سيد مقتدى الله حفظه موجود، وإن شاء الله يكمل رسالته ويكملها وما قصر سيد مقتدى جزاه الله خير جزاه. رابطة المعتنق بالإسلام قبل احنا كنا مسمينها رابطة المسيحيين معتنق بالإسلام، ما كنا نسميها رابطة معتنق، رابطة المسيحيين. بس مش لقى الاستقبال من قبل الصابئي واليزيدي بده يدخل بولاية أهل البيت، فأبو علي هو رئيس الرابطة حسين غير اسمه رابطة معتنق حتى لا يحسون اكو تفرقة انه رابطة بس مسيحيين معتنق بالإسلام. فشفت انا تفاجأت، قال انا ابغى كل المسيحيين بالبداية، ماكو يعني غير مسيحي يدخل الاسلام. بس من شفت صابئي ويزيدي وقصة اليزيدي هاي انضربت بالطابوق وقتلوا اهلها، هي اختها موجودة هسه متزوجة اسمها ام ليث، هاي تسكن في منطقة البلديات، تصير اقربائها بتعمى اختها تصير يعني لازم متزوجة سيد هسه مسلم متزوجها. يعني هم هاي اثنين، هاي اللي اسموها قتلوها بالموصل وهاي اللي هربت للعراق، تزوجها سيد وسيد موجود في مسلم. فشوف ليش هاي يعني جت عافت، شافت شنو ليش جت دخلت الاسلام هاي؟ اكو سؤال وجواب. الصابئ اليزيدي ليش اجى؟ المسيح ليش اجى؟ ولا احنا نقول لحقنا على السيد 13 عائله استسلمت صلى بنا على الكعبه، 13 عائله كانوا وياهم. الامام مقتدى ليش اجى بايع السيد استشهد؟ ابو نادر انطى شهيد ابنه ايضا استشهد في احداث من احداث من وزاره ابو عبد الله الحسين. فليش اكو اطباء غير اكو مسيحيين ايضا استشهدوا في سبيل المذهب في سبيل الولايه؟ لأن إذا يقول دين الحق، لأن نفذ وصية عيسى عليه السلام عندما قال سوف يأتي نبي من بعد اسمه أحمد فاتبعوه. يعني ما طلعنا على الطريق ولا سنفذ إجرام بحق نفسنا. وثانيا القرآن يقول يعني وصية الوالدين عليه ما صاحبوا في الدنيا وما صاحبوا في الدنيا معروفة. إذا ما خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ولا كفرت ولا أشركت، لأن هو نبي بعد إجا وصف هذا الدين. ويقول لك لا دين بعد الإسلام، هو خير الأديان محمد صلى الله عليه وسلم ختم الأديان السماوات كلها. لا دين بعد الإسلام لا نبي بعد محمد. إجا نبي بعد محمد ما إجا حتى هو كان خاتم الأنبياء والمرسلين، هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما ليس هناك أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ وملوكها، فإنهم لم يسألوه ولم يتعرضوا به إطلاقا. هو دق بابه واحدا يقول لا، ولنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله يقول لا. سبحان الله. كما ليس هناك إذا صح هذا المبنى المشهوري أي موجب لإرسال النبي صلى الله عليه وآله رسائل إلى زعماء العالم يومئذ وملوكها، فإنهم لم يسألوه ولم يتعرضوا به إطلاقا. الأمر الذي نعرف به بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله مع الحوزة الناطقة المجاهدة وليس مع الحوزة الأخرى. بل من المستطاع القول، لاحظوا هذا أيضا قليل سامعين ربما ما مفكرين به أصلا. اسمعوني، إن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون سلام الله عليهم والمعصومين سلام الله عليهم من الحوزة الناطقة المجاهدة وليس فقط مع الحوزة
وإنما هم من الحق.